السلام عليكم. من قلب المغرب، تحديداً من شاطئ سيدي رحال، قصة إنسانية تهز القلوب وتوجع الضمير. طفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها 4 سنوات، اسمها غيثة، جاءت من إيطاليا برفقة والديها لقضاء عطلة الصيف في أحضان وطنها. الفرحة كانت تملأ وجوههم، والضحكة لا تفارق غيثة وهي تلعب على رمال البحر مثل أي طفلة تحلم بلحظات براءة وسعادة. لكن لم تمر لحظات البراءة تلك بسلام. شاب عشريني يقود سيارة رباعية الدفع على الشاطئ ويجر خلفه دراجة مائية، يقتحم منطقة لعب الأطفال بسرعة متهورة. وفي لحظة تنهار الحياة، وابدهس غيثة أمام أعين والدتها. إصابة مباشرة على الرأس، تنقل الطفل على وجه السرعة إلى المصحة. تدخل غرفة العمليات في محاولة يائسة لإنقاذ حياتها. وحالة غيثة لا تزال حرجة، وهي الآن تحت العناية المركزة بين الحياة والموت، بينما عائلتها تعيش كابوساً لا يمكن وصفه. الحادث أثار غضباً عارماً في المغرب، والناس تطالب بالعدالة. كيف يسمح للسيارات بالتجول في أماكن مخصصة للأطفال؟ أين هي الرقابة؟ من يحاسب؟ تم توقيف السائق من قبل الدرك الملكي، لكن المغاربة يريدون أكثر من مجرد توقيف. يريدون قانوناً ينقذ أرواح أطفالنا، وصرامة تردع كل مستهتر. غيثة الآن تقاتل من أجل الحياة، ومعها ملايين القلوب تدعو لها. هذه ليست مجرد قصة، هذه رسالة لكل أب وأم، لكل مسؤول، لكل سائق. الحذر ليس خياراً، الطيش ليس بطولة، حياة الأطفال ليست لعبة. ادعوا معانا لغيثة وشاركوا قصتها، لعل صوتنا يصل ويحدث فرقاً.